ورفض مسألة الملتقى الوطني الذي السنة الزيادية والذي خصصناه هذه السنة لبيت العقبة. هذا الملتقى يهدف إلى الدور الذي لا يحصل الكتابة العلمية في الإنسان التي كان لها فضل كبير في وصول عاصمة المغرب الأوسط إلى أوج ازدهارها الثقافي والاقتصادي. التي تشرف عليها زميلي واخي السيد المستقبل. مناظرة من بين علماء مصر ثم بين العلماء الذين برزوا الفقيه احمد العقباني والذي حتى نستطيع من خلال هذه الدراسة والبحث أن نكمل هو الاستفادة في قراءة هذا الحاضر. هذا البيت إذ كانت وفاته سنة 980 للهجرة 1571. ومؤهلاته للقضاء. عندما نتكلم على القضاء نتكلم على البيئة الاجتماعية، وعندما نتكلم على القضاء نتكلم على الشريعة، سواء كانت شريعة يعرف بالشريعة الدينية وهي الإسلامية، أو يعرف بالشريعة العامة وهي العرف العادات والعرف. هنالك تقطع وهنالك تراجع في التمسك بالشريعة الإسلامية، لأن كل هذه قاعدة الأمر المعروف والنهي عن المنكر الغرض منها هو يعني وضع الأمور في مسقها. أظنه فرحة ليس بالهدية وإنما بمن أرسلت معه، ومحمد العقباني نظرا للمكانة العلمية أو المكانة التي كان يحظى بها علماء تلمسان في تلك الفترة سواء لدى السلاطين المارينيين أو لدى السلاطين الزيانيين. هذا التواصل والاحتكاك بالعلماء، ببعض العلماء في المناطق التي يرتحلون إليها يفتح باب لتبادل المعارف، لتبادل المصنفات. هذا سمح بانتقال كثير من المصنفات ودخول مصنفات جديدة معروفة وتؤخذ عن الأساليب، وبالتالي أن أصبح في ذلك الزمن يعني في زمن مجموعة كبيرة من الدروس حيث كانت تشكل المحتوى الفعلي للحركة العلمية. والرأي السائد آنذاك خاصة في بداية المغرب بصفة عامة هو أن العلوم انقسمت إلى نوعين: علوم علمية وعلوم عقلية. لا تقال إلا راغبا منك أن تنقل أن تنتقل إلى بلدنا تنشر فيها العلم، وعلينا ما تحتاج يعني نقول لنا مرحبا بك واللي بغيت أنا منك. هذا التعبير هي فكرة أصدر منها بالنسبة للثورة من القرن التاسع لتلمسان كولد قاسم العقباني والإمام أبي الفضل بن الإمام وابن مرزوق الحفيد. والمفهوم ما سبق أن المناظرة تختلف عن الجدل في الشكل والموضوع، والمناظرة تخص الأمور الدينية، أما الجدل فيخص الأمور الفلسفية والمنطق. هذا بالنسبة للمسائل الدليل على أن المستوى العلمي والتسويق حتى أنه هذا عيسى بن تيمية هو أمزيان يشد عليه البصر يقول كان حسن التعليم. إذا اشتهر سعيد العقباني بمهارته في القضاء وبالتفكير في المباحث القضائية. إذا مدة 40 سنة في عدة مواضيع. يطلبونه بل أصبح عضوا أساسيا في المجلس العلمي. المقاربة الفقهية في الدراسات الفقهية مهمة ومطلوبة، يعني لماذا النص الحاصل في الرصيد المصري لماذا؟ تطرق سينا الباب الثالث حول أهم جزية أرض العمر، أرض الصلب إلى آخره. ووثيقة تاريخية تكشف لنا عن ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عايشها
السياسي. وقلنا هو عبارة عن كتاب ولكن زين له في الأخير بتقرير أو كتاب كما فعل قبله وصول الحسبة السلاطين من اختيار السفراء اختيارا يعتمد على معايير كثيرة وكان الرزق طبعا هو الوسيلة العلمي ثم الثقة والعلاقة الجيدة مع السلاطين. نستخلص في الأخير أن المجتمع السياسي كغيره من المجتمعات الغير الإسلامي عرف العديد من الآفات والمظاهر الاجتماعية التي لقيت اهتمام العلماء والقضاة. مصالح المسلمين لا تكون في حق دولة لائم ولا يسمع بضرورة الطالب ولا يغتر برشد ولا يتحدث برشد. حصلت وصية والآن نرى تراجع الفقهاء يعني العلماء يعني عن السياسة حتى قال أحد العلماء المعاصرين من السياسة ترك السياسة. باعتبار وجود إخواننا إباضية وليس فيه هناك حرج. فيعني في عهد المنصور الواحدي يعني حاول أن كذلك يقضي أمر الملك ولكن لم يستطع ذلك لأن هذه الكتب كانت قد انتشرت انتشارا كبيرا في بلاد المغرب. هذه الفتوى استمرت استبدالها إلى العصر الحديث مش فقط العلمية محل دراسة تكريما لهم واستثمارا للآثار المادية التي بحوزتهم خاصة المخطوطات. نجدد لهم الشكر، نشكر كل الأساتذة اللي كانوا ضيوف علينا في هذا الملتقى، جونا من خارج الولاية وأبوا إلى أن يكونوا معنا وفي الحقيقة هم ليسوا ضيوف أصبحوا من أهل الدار. نشكر الحضور الكريم. أكيد سلسلة البيوتات العلمية متوازنة وتكون في طبعة إن شاء الله رابعة في شهر التراث المقبل. نجدد لكم الدعوة حتى لإثراء هذا الملتقى وكذلك لإثراء المتحف من الناحية العلمية.